ما تجيش على امك ولا تيجي على ابوك، لان والله العظيم لو عملت كده الدنيا هتيجي عليك. يا ابني والله العظيم ما في حد في الدنيا هيحبك ولا هيخاف عليك قد ابوك وامك. ما فيش حد في الدنيا هيتمنى لك تبقى احسن منه غير ابوك وامك. ولو حد قابلك وضحك عليك وقال لك كده يبقى كذاب. الزوج والزوجه بيحبوا بعض ويجوا على نفسهم عشان بعض بعد 50 60 سنه، لكن ابوك وامك وانت لسه في اللفه. فيا ابني اوعى تيجي على ابوك واوعى تيجي على امك واوعى تستضخم نفسك عليهم واوعى تفكر ان انت كده خلاص بقيت راجل. لا، انت بقيت عيل في نظر نفسك، بقيتي بنت يعني ضعيفه في نظر نفسك. فيا ابني خلي بالك من ابوك وامك، خلي بالك وطبطب عليهم. اليوم اللي بيعدي وانت مقصر في حقهم والله العظيم ابواب ربنا كلها قافله في وشك، جحيم هتقابله في حياتك. فيا ابني راضي ابوك وامك واجري عليهم وانت بتسمع الفيديو ده، انزل بوس رجليهم مش ايديهم، الايد ما عادتش تنفع، الرضا تحت رجليهم. صدقني والله العظيم اليوم اللي هترضي فيه ابوك وامك ابواب السعد والهنا هيفتحوا لك. والله ما هتلاحق على الفلوس ولا هتلاحق على محبه الناس ولا هتلاحق على البركه اللي في حياتك. ده مش كلامي، ده كلام العالم كله، ده تجربه. هتقابل حاجات كتير قوي ربنا وصانا بيهم. ربنا يرضى عليك وشوف بقى اما ربنا يرضى على بني ادم، ياه كنز في الدنيا وكنز تاني مستنيك في الاخره. فيا ابني اوعى تيجي على ابوك وامك واوعى تستضخم نفسك عليهم واوعى يا بنت تطلعي عينيهم واوعى في يوم من الايام تتشطر وتعلي صوتك عليهم تتقطع ايدك ويتداس عليك 1000 مره اما تيجي على ابوك وامك. صدقني والله العظيم هتلف وهتلف 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 مش هتلاقي حد يحبك غير ابوك وامك. خلي بالك.